هشام في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الوحده ال 16 للصف الثاني الاعدادي. الصف الثاني الاعدادي ولا 16 عنوانها ذا ووتر سايكل. ذا ووتر سايكل دورة المياه. دورة المياه يعني إعادة استخدام المية عن طريق الرين الأمطار، سنو التلج، الآيس، عن طريق الكلاودز السحب. فاسم الوحدة ذا ووتر سايكل، إعادة تدوير المياه أو دورة المياه. بناخد طبعا زي ما قلت لكم أهم الكلمات والقواعد ونص الاستماع. والآن مع أهم الكلمات في الوحدة. دروب يعني قطرة. كوندنسيشن عملية التكثف اللي بتحدث بعد التبخير. ايفوبريشن التبخر. جوين يتجمع أو يرتبط. ايفوبريت التبخر. موف يتحرك. نيتشر الطبيعة. ريسايكل إعادة تدوير أو استخدام. رين أمطار. ليكويد سائل. كوز يعني يسبب. تشانل قناة. نيجي بعد كده برضه على أهم الكلمات كلمة ويزر الطقس أو المناخ. ليك بحيرة. ريفر نهر. سويل التربة اللي بنزرع فيها. نصن لا شيء. بترول. ماونتين جبل. على الرغم من للتناقض بين جملتين. عاوز اعمل تناقض بين جملتين اقول لو كتبت كابيتال في اول الكلام اقول هي از يونج على الرغم انه صغير. هي از كليفر بوي هو شاطر جدا. اكسبيرمنت تجربه. بور يسكب. فريزر مبرد. ليد غطاء. سولت ملح. فيل يملأ. تمبراتشر درجة الحرارة. بعد كده انستراكشنز تعليمات. كونفيرم يؤكد. جس معناها يخمن. بور يحترق. بريست يضغط. اولموست تقريبا. بعد ما خدنا اهم الكلمات هنأتي على نص الاستماع. اللي موجود في الوحدة عندنا في غاية الأهمية لأنه بيتكلم على بعد ما خدنا أهم الكلمات في حروف جر في غاية الأهمية زي باي نيتشر بواسطة طبيعة. turn into. fall through. at the top of. in the correct order. change into. recycled by nature. on the inside of. fall to the ground. carry from into. put into. at what height. at a height of. at the top of. fall down from. on which channel. نيجي على أهم نص الاستماع بتاع water recycle إعادة تدوير المية. water moves around the earth all the time. it is recycled by nature. This is called the water cycle. So what happens? هيتكلم بقى how are clouds formed. كيف تتشكل السحب. how is snow made. كيف يتجمع التلج. what is evaporate. عملية التبخر اللي بتحصل بعد الغليان لو المية تغلي أو المية تسخن تتحول لبخار. what is rain made. كيف تتشكل الأمطار. what is condensation caused by. ما هو سبب التكثف. طبعا النص ده موجود في الكتاب. لاحظته موجود في الكتاب فالمفروض كطالب أرى النص ده أكتر من مرة. بعد ما أرى النص هنيجي على الدرس مهم جدا المضارع البسيط في صيغة المبني للمجهول. قبل ما نيجي لزمن المضارع البسيط للمبني للمجهول نشرح الدرس. البريزنت سيمبل باسف المضارع البسيط في مبني المجهول. معروف المضارع البسيط بيتكون من التصريف الاول الفعل يعني كلام مضارع. لما اقول احمد بلايز فوتبول احمد فاعل بلايز فعل فوتبول مفعول. يبقى الجمله في المعلوم فاعل مفعول. يبقى subject verb object. نيجي في المجهول
بنبدأ بالمفعول. لما قلنا أحمد بلايز فوتبول، إيه المفعول هنا؟ فوتبول. طب الفوتبول ده مفرد ولا جمع؟ لو مفرد مضارع بنجيب اس، لو جمع بنجيب نحفظ الجملة كده. الجملة في المجهول مفعول فيرب تو بي زائد التصريف التالت للفعل زائد باي. مفعول اوبجكت بلس فيرب تو بي اللي هو ام واز وار بلس باست بارتيسيبل التصريف التالت للفعل وبعد كده باي. مثال البريزنت سيمبل باسيف. بريزنت سيمبل باسيف بيتكون من سبجكت الفاعل ام از ار بلس باست بارتيسيبل باي نون، يعني الفاعل بعد كده فيرب تو بي اللي هو ام واز وار واز وير. تسينا ام واز وار ليه؟ عشان بنتكلم عن مضارع. لو اتكلمنا عن ماضي لازم نجيب واز وير. يبقى في المضارع بنجيب ايه؟ سبجكت ام از ار بلس باست بارتيسيبل باي نون. مثال clouds are formed in the sky. السحب تشكلت في السماء. يبقى clouds جمع، جبنا بعدها مين؟ بعد التصريف الثالث للايه؟ للفعل. يبقى clouds are formed in the sky. طب لو جبناها مفرد rice is growing in Egypt. يبقى دلوقتي صيغه المبني المجهول مفعول فيرب تو بي التصريف الثالث للفعل باي وما بعدها. نيجي بعد كده في السؤال. في السؤال بنجيب ام او از او ار معناهم هل. طبعا بجيب ام از ار سبجكت فيرب. الام بيجي معاها الاي، الاز بيجي معاها الهي والشي والات. طب الار تيجي معاها الوي والزي واليو اي اسم جنب. دول معناهم هل. بجاوب عليها بيس او نو. نقول از سنو فورمد ان ذا سكاي يبقى از معناها هل، بجاوب عليها بيس او نو. Are clouds formed by the wind؟ برضه بجاوب عليها بيس أو نو. How is rain made؟ كيف تشكلت الأمطار؟ طبعا how معناها كيف، يبقى is وار معناهم هل، بجاوب عليهم بيس أو نو. نيجي بعد كده النهارده في حاجة في غاية الأهمية، الفرق بين هو باي. معروف هو من للسؤال عن فعل عاقل. طب وات باي غير عاقل. يعني ما أقول هو مثال يبقى هو باي عاقل، وات وشيء وباي غير عاقل. مثال هو باي يبقى هو عاقل. هو از لانش كوكد باي، من الذي عمل الغداء؟ يبقى هو يبقى بسأل عن عاقل. يبقى هو از لانش كوكد باي. طبعا لانش از كوكد باي مام عاقل. يبقى هو باي عاقل. طب لو قلت وات باي غير عاقل. مثال وات ار كلاودز داون باي، كيف السحب تهب او تاتي. طب السحب دي عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل. فقلنا كلاودز ار داون باي ذا وايت. يبقى هنا هو باي عاقل، وات باي غير عاقل. بكده يا جماعه خدنا الوحده 16 وفي غايه الاهميه اللي بتتكلم عن الامطار والسحب والكوندنسيشن التكثف والايفوبريشن. الايفوبريشن التبخر. when you boil water لما تحول تغلي الميه it is evaporates تتبخر. يبقى الايفوبريتس هنا البخار، يبقى الميه دي تتحول لبخار. طب الكوندنسيشن العمليه اللي بتتم بعد البخار. بعد كده بنتكلم عن السنو والتلج وبنتكلم عن رين امطار. ان شاء الله تكون الوحده عجبتكم وباذن الله يتم المشاركه عليها. See you soon with Mr. Hisham. Goodbye.